شوف، خليك متأكد إن البرازيل هتفضل طول عمرها تقدم مواهب للعالم، ومش أي مواهب، دي مواهب معجونة بفنيات كرة القدم. بعد ما اتكلمنا عن ستيفاو وتوقعنا ليه مستقبل كبير وحاليا متواجد في تشيلسي، أنا جاي لك النهاردة علشان أقول لك إننا قدام موهبة جديدة هتكسر الدنيا حرفيا. لاعب صغير في السن وعنده إمكانيات فعلا تقدر توصله لمكانة بعيدة. ناس بتقول عليه خليفة نيمار، وناس بتقول عليه انه اللاعب اللي هيقدر يكسر الدنيا في اوروبا ويكون بالون دور كمان. كلام هنا عن اللاعب البرازيلي جابرييل ميك، لاعب نادي جريميو البرازيلي، مواليد 2008، 17 سنة في الوقت الحالي، طوله متر 73 سنتي، وبيلعب وينج ليفت وبلاي ميكر، وقيمته التسويقية لسه ما اتحددتش حتى الآن. جابرييل بدأ من نادي جريميو في قطاعات الناشئين، ومن الوهلة الأولى بيتم تصنيفه انه أحد أفضل المواهب اللي منتظرة في مستقبل البرازيل. لاعب من صغره امكانياته واضحه، وبرازيلي بجينات المواهب الكبيره اللي بيقولوا عنهم مشروع اساطير لمنتخب بلاده واكبر انديه اوروبا كمان. وجريميو بعد ما شاف انه فعلا موهبه كبيره عمل معاه عقد احترافي وصعده للفريق الاول علشان يحافظ على الجوهره الثمينه دي. ما لعبش اي مباراه حتى الان مع الفريق الاول، ولكن موجود، وحاليا اللاعب مع منتخب البرازيل الناشئين في كاس العالم، وقدر يقدم مستويات ممتازه. في 3 مباريات حتى الآن سجل هدف وحيد فقط، ولكن ده مش معيار تماما. هو اللاعب عنده بعض النواقص اللي لازم يشتغل عليها، ولكن موهبة بيور، لاعب حريف زي ما قلت لك، جينات برازيلية خام، مشروع نجم جديد أوروبا كلها منتظراه، إمكانيات فردية رهيبة وقادر يعدي من أي حد حرفيا، ومهما كان الموقف والعدد لا خطير، وفرديا عالي جدا، سريع ولاعب ممتاز في التحرك في المساحة الفاضية، بيقدر يلعب كوينج ليفت وبلاي ميكر وحتى وينج رايت. الفترة الأخيرة الانهاء عنده أصبح ممتاز الحقيقة، لأنه كأرقام مش جامد جدا، ولكن الناس شغالة معاه على ده، والفترة الأخيرة قادر يقدم حاجة مختلفة أمام المرمى. جابرييل يمتلك قدرات ممتازة على اللعب بالقدمين سواء اليمين أو حتى الشمال، ممتاز جدا في المراوغات الفردية وفي الواحد على واحد أو 2 على 1 أو حتى 3 على 1. كمان هو لاعب ذكي جدا في الملعب، بيعرف يتحكم بالكورة وياخد قرار ممتاز الحقيقة سواء في التمرير أو حتى المراوغة. ورغم إنك تشوفه قليل حبتين، بس لا، قوي، صعب تستخلص منه الكورة، لاعب بيخش التحامات هايلة، مش دايما بيقع، مش نيمار يعني، لاعب واقف على رجله حرفيا، واعد جدا، ولو استمر في التطور اللي هو بيقدمه ده قريب جدا هنشوفه في اوروبا وهيكسر الدنيا. انا بقول لك هناك شايفينه مشروع نجم كبير هيقدر يكسر الدنيا في اوروبا، ويقدر يكون في يوم من الايام بالون دور. فافتكر الاسم ده كويس، جابرييل ميك، لاعب جريميو، الشاب اللي عنده 17 سنة، اللي لسه قدامه مستقبل كبير جدا، واللي في المستقبل هيكسر الدنيا في اوروبا باذن الله. قول لي بقى في الكومنتات تحت، هل بتشوف انه لاعب فعلا مميز ويقدر يقدم مستويات كبيره في اوروبا، ولا انت شايف ايه؟ هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. واخيرا اتمنى توحد الله وصلي على النبي، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها سكاوت اي كيو، بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير، سلام.